أسعار العقارات زادت وهتزيد، ولو بصيت خلال السنين الأخيرة هتلاقي الزيادة دي كانت كبيرة قوي. السؤال الطبيعي بيقول هي الزيادة دي كلها بسبب التضخم؟ الإجابة باختصار إن لأ، اللي حصل ده كان نتيجة أكتر من عامل بيشتغلوا مع بعض. أول عامل هو قيمة الجنيه، بعد التعويم عملية التسعير كلها اختلفت، ده خلى العقارات تظهر بسعر أعلى. تاني عامل تكلفة البنى، الحديد والأسمنت والتشطيب، حتى النقل وتكلفة التمويل نفسها، كل ده بيتحرك وبالتالي سعر العقار بيتحرك معاه، والضغط ده ظهر بوضوح على المطورين في آخر سنتين. وتالت عامل هو التوسع العمراني نفسه، سقف التطوير العمراني اتحرك من إن احنا بنعمل مشروع لإننا بنعمل مدن، بنعمل محاور وبنية تحتية، وبنحول الصحراء لأحياء سكنية. احنا قاعدين بنغير في شكل الخريطة فبنغير في شكل السوق وفي شكل الطلب. رابع عامل إن سلوك الناس نفسه اتغير، العقار بقى عند ناس كتيرة في السوق، استثمار سكني أو تجاري أو إداري. ومؤخرا في ترند الشقق الفندقية اللي طبعا مبني على حاجة حقيقية عندنا. الناس بقت تعامل العقار كوسيلة تحول، طريقة نحافظ بيها على فلوسنا. في نقطة مهمة عايزة أركز عليها، مش كل زيادة في السعر تعني زيادة في القيمة. في مناطق عليت عشان السوق كله كان طالع، وفي مناطق عليت لأنه فيها طلب بجد. في مناطق أسعارها زادت عشان الخدمات والبنية التحتية، أو عشان حركة السكن والتشغيل، أو عشان الناس بقت عايزة تسكن هناك. الفرق بين ده واللي ارتفع وخلاص عشان السوق إن المستثمر ممكن يفكر إن هو كسب وهو ما كسبش، وجزء كبير من الزيادة اللي سعر العقار بيزيدها بيكون مجرد تعويض عن تغير سعر العملة. بص، ملخص الكلام ده إن العقار زاد لأسباب مختلفة، منها أسباب بتديك قيمة حقيقية، ومنها أسباب يدوب بتحافظ على فلوسك. هيفضل السؤال المهم، إيه العقار اللي هنكسب فيه فعلا؟ وإيه العقار اللي بيحافظ بس على فلوسنا؟ أسعار العقارات في السنين اللي فاتت زادت بنسبة 100% و200% ولغاية 400%. هو الزيادة دي كانت بسبب التضخم بس؟